سلام، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه الرشطه بجميع الاسرار تاعها باش تجي بنينه. اذا هنا في قدره جبت كميه من الزيت ومرسو تاع السمن. هنا يطلق بنا شبه في هذه الوصفه. هنا جبت قطع تاع الدجاج على حسب افراد العائله، وجبت بصله كبيره قطعتها كما راهم تشوفوا. وهنا كاين سر باش تجي المرقه خضره، جبت حبه لفت سكرفشتها في الرقيق، ودرت ملح وفلفل وعود تاع قرفه باش ما تجيناش المرقه كحله ولا غامقه، تقعد مرقه بيضه. وهنا ثاني لازم نقليوه في هذه المرحله تري بيان، لازم نقليوها. وهنا ثاني كنوسيو الملح شويه بزياده خاطر نديرو الخضره ثاني تنقص من الملوحه. هنا بعد ما تقلات كما راكم تشوفوه كلش هبط، درت كميه تاع الحميصه. وفي هذه المرحله درت زروديه، درتها في هذه المرحله خاطر زروديه تحب الطياب، طول في الطياب تاعها، تما نديروها من الاول. هذه هي، ومن بعد نمرقوها ونخليوها الطيب. وراح ندير معاكم كيفاش نديرو الرشطه، راح نديركم باش ما تجيكمش يابسه ولا تقريبا مقادير مضبوطه. هنا عندي هنا استعملت نص باكي تسمى 500 غرام نورمالمون. هنا في الاول نحلوها بشويه زيت، 3 ملاعق كبار تاع زيت، نحلوها بيدينا كما راه موضح، ونحلوها باش ما تقعدش متشبكه وما تتعجناش في الطفوار. هنا بيان سور بجهه كنا درت القدره والكسكاس يغلي الماء يغلي فيه ما بدمن. اذا هنا بعد ما حليتها تري حليتها بيان وكامل دهنتها بالزيت كامل، وصل كامل العجين تاعنا الرشطه، نديروها تفور للمره الاولى كما راكم تشوفوا. هذه التفوره الاولى. ومن جهه كانت المرقه راهو نص طياب، المرقه كانت نص طياب، زدت لها كميه من القرعه واللفت. انا هنا درتها بالخضره، درت اللفت والقرعه والزروديه. اذا هنايا نديرو زروديه والقرعه اللي درنا بعد ما طابت نص طياب هذاك المرقه، ونغلقوها عليها ونخلوها طيب. اذا هنا بعد ما 15 دقيقه الى 20 دقيقه تكون فرت هذيك الرشطه وهي سخونه، نديروا لها شويه ملح ونبداو نرشوها بالماء. هنا نحاول تاع نعطي لكم كميه تاع الماء بالضبط. اذا هنا قلنا درت 500 غرام تاع رشطه، ما درتش كيلو. اذا هذه النوعيه تشرب بالماء. هنا بديت اولا درت كاس ماء حوالي 220 مليلتر، نبداو نرشوه وندخلوه بالعقل كما راكم تشوفوا، وندخلوه بالعقل. وهنا بديت نحل فيها بشويه بالفرشيطه باسكو كانت سخونه، ونكملوا نزيدوا هذاك الماء كامل تاع قلنا هنايا درت كاس. ومعد ما كفاتنيش جاتني خصت شويه، زدت نص كاس واحد اخر. هذه هي نحاول نحلها وميم طون بلا ما تتعجن. اذا هنا شفتها جاتني شويه مازال مخصوصه ما ابري زدت لها نص كاس واحد اخر وخليتها تبرد. هذه هي. هنا بعد ما بردت زدت ضفت لها كميه صغيره تاع زيت قبل ما نرجعها تفور التفويره الثانيه. هذه هي. هنا زدت شويه زيت. اذا هنا بانت لي راهي مليحه ماشي يابسه ولا قسمه تزيد التفويره الدوزيام وتكون فريمون تذوب في الفم، فريمون ما تجيش يابسه
وما تجي ثاني معجنه بزاف. اذا هذه هي. بعد ما زدت لها الزيت نرد وتكون بردت، نديرو لها طفويره ثانيه وتكون عندنا رشته واجده. هنا بعد دوزيام كيما راكم تشوفوا فيها زدت كميه تاع الزبده وجبت كميه تاع الزبده تاع البقره. هذه هي. وبعد ما طابت المرقه هذاك الدجاج حمرته وقدمته في هذا الشكل. وكما راكم تشوفوا المرقه طابت بيضه ماشي كحله ولا طابت فريمون بنينه. اذا هذا هو جات فريمون بنينه بزاف. وقدمتها برشه تاع قرفه كما قلت لكم. داك الدجاج حمرته وقدمتها، وان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تسيوها وترجعوا لي الخبر في الكومونتير. وهذه ولا عجبتكم ديروا لي ابوني وجيم وخليوا لي ان بتي كومونتير. ومع السلامه.